يا صباح الجمال، اسبوع جديد بيبدأ، وانا عارف ان وانت نازل الصبح كل يوم بتسأل نفسك هي الفرصة هتيجي امتى. هو اسبوع جديد وانا مبسوط في شغلي ودنيا جميلة وناس حلوة، بس برضو انا بحب حاجات تانية شايف اني هتألق فيها. فامتى بقى؟ امتى؟ عشان الواحد زهق. افتكر دايما ان كان في واحد لحد ما بقى عنده 38 سنة كان شخص عادي جدا شغال في مجالات متنوعة، بس لما وصل 41 سنة اصبح واحد من اشهر الناس اللي بتشتغل في مجال الاعلانات، وبقى هو البابا بتاع الاعلانات. 38 سنة ده برضه مش كبير قوي يعني، بس الشخص ده هو ديفيد اوجلفي. وانا النهاردة مش جاي اتكلم على ان الراجل ده بنى شركته بقى وعصامي ومش عارف ايه، لا انا بتكلم على فكرة ان كل شيء ممكن. الراجل ده بدأ حياته كطباخ، بعدها اشتغل سيلز او مندوب مبيعات، يعني بيبيع فران بوتاجازات. رغم فشله في الدراسة كان سيلز شاطر جدا، لدرجة ان صاحب الشغل قال له ما تعمل لنا كده، اعمل لنا ديفيد دليل او كتيب يعلم السلزجية اصحابك الجداد يبيعوا ازاي. بالمناسبة الكتيب ده في مجلة عالمية متخصصة صنفته بقى، قالت لك والله ده افضل كتيب او دليل بيع يتم كتابته. واعتقد لحد النهاردة الموضوع ده لسه قائم، يعني هو بيعد من التوب او من الافضل. اشتغل باحث، اشتغل مش عارف ايه، اشتغل حاجات كتير قوي. في الاخر اخوه قرر يساعده، اخوه الاكبر، وانه يفتح وكاله اعلانيه خاصه بيه. الوكاله دي حققت نجاحات رهيبه بسبب شغله هو الحلو، ومش هو بس على فكره اللي قدر يحقق نفسه او يلاقي ذاته بعد السنين دي كلها. خلي بالكم، انا دخلت على موقع اسمه كارير شيفترز، لقيته شفت ناس قضت 15 و20 سنه في شغلانات وبعدها قرروا ان هم ياخدوا اتجاه تاني خالص. يعني واحد شغال مدرس شغال في الاتش ار، واحد شغال في الهندسه بقى شغال في الذهب، حاجات مالهاش دعوه ببعض. بس انا متاكد ان زي ما ديفيد كان عنده اخوه الكبير اللي دعمه وسنده وفتح له الشركه او ساعده ان هو يفتح الشركه وقتها بخبراته وبعلاقاته وي الراجل ده كان عنده حاجه فكمل عليها ووصل، مش متدار للنار. يعني مش من واحد نايم في البيت مثلا يلا هوب اشتغل بكره في الاعلانات، لا هو اشتغل سيلز واشتغل اكاونت مانجر ومش عارف ايه. فالحاجات دي واشتغل باحث مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ساهمت اكيد ان الراجل ده بقى عنده خبرات. وبما انه كان اكاونت مانجر في ايجنسي فكان محتك بالمجال مش بعيد عنه يعني، فقدر ان هو يستغل ده. برضو اللي اشتغل في الذهب ده ولا اللي اشتغل في الاتش ار، ما اكيد كان في واحد صاحبه جنبه، حد في اهله، حد مش عارف ايه. مش فكرة واسطة على قد ما فكرة ان ايه، انت عندك تقاوي او عندك بذور للحاجة ما تدوسش عليها وتسيبها وتنساها، لانك لو سبتها قشطة عادي، في غيرك شغال وفي غيرك ما بينامش. انت حضرتك بتحب التمثيل، مثل اعمل فيلم قصير مثلا مع اصحابك. الموبايل والتيك توك ما خلوش حاجة. انا بحب الاذاعه، ماشي هعمل اهو حاجه صغيره، والله حد واحد بيسمعها، بكره يبقوا 2، بكره يبقوا 3، مش شرط الصبح ابقى احمد يونس. ليه؟ لما تيجي الفرصه في يوم من الايام تلاقي حد يقولك والله احنا ممكن نستفيد من الراجل ده او نستفيد من البنت دي. عموما الخبر الطريف معانا النهارده هو مش خبر طريف، يعني انا ما جبتش خبر طريف او خبر غريب، لكن كفايه قوي الخبر اللي هقوله ده، وانتوا سمعتوه على فكره اليومين اللي فاتوا، انه الايفون الجديد نزل وسعره 100,000 جنيه. بس كده، ده كان حلقة النهاردة من وانت نازل الصبح. كان معاكم محمد إبراهيم، بتمنى لكم اسبوع جميل واشوفكم في حلقة جديدة يوم الثلاث. سلام.